لا طيب يعدل روضا ضم حضرته طوبى لمنتشق منه وملتثم. الله الله الله. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه. قلب استقر حب المصطفى فيه تالله إن الله لا يخزيه. سيدنا الشيخ يسري طوف بنا في جنبات المدينة وحضرة النبي اللهم صل عليه يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يخرج من المدينة أحد رغبة عنها يعني إعراضا عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. فاللي يدي ظهره لحضرة النبي اللهم صل عليه ربنا يبدل حضرة النبي من هو خير منه. فما الدنيا مش واقفة على حد، لكن الدنيا واقفة على حضرة النبي. وليس من الغلو أن تقول أنه لولاه ما خلق الله الدنيا. ده مش غلو. لولاه لم تخرج الدنيا من العدم فإن من جودك الدنيا وضرتها اللي هي الآخرة. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. طب أسألكم بالله بعد ما تصلوا على حضرة النبي، الدنيا بغير رسول الله عبث أم حكمة؟ نقص أم كمال؟ وجود أم عدم؟ الدنيا من غير حضرة النبي ينفع تكون منها جملة مفيدة؟ أبدا والله أبدا. طب الآخرة من غير حضرة النبي ينفع إن احنا أصلا يبقى في يوم قيامة وحساب وثواب وعقاب وجنة ونار وقرب وبعد وشفاعة من غير حضرة النبي اللهم صل عليه؟ يبقى إذن لولا رسول الله ما خلق الله الدنيا ولا أوجد الآخرة ولا كانت الكعبة ولا كانت المدينة ولا كانت الجنة ولا كانت النار ولا كانت الدنيا ولا كانت الآخرة. لأنك كونك تنسب إلى الله سبحانه وتعالى أن الدنيا تستقيم من غير حضرة النبي أنت تنسب النقص إلى الله، تنسب العبث لله والعياذ بالله. فقل بكل يقين أنه لولاه كما قال البصيري في البردة: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. فلولا حضرة النبي ما كنا نحن وما كان الخلق وما كان عالم الشهادة ولا كان عالم الغيب. بل إن الله سبحانه وتعالى عقد مؤتمرا كونيا عالميا قبل أن يخلق سيدنا محمد من أجل سيدنا محمد. في سورة آل عمران نقرأ هذه الآية وللأسف نحن نمر عليها مرور الكرام: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم، ولم يقل ثم سيأتيكم وإنما قال ثم جاءكم بصيغة الماضي، كأن الله سبحانه وتعالى أوجب على الأنبياء قبل سيدنا محمد أن يدخلوا على الله من باب سيدنا محمد. لأن الذي يدخل على الله من باب حضرة النبي الله يؤمنه ويضمنه ويقبله ويوصله ويصله ويكون له الضمان والأمان سرا ومعنى يقظة ومناما في الدنيا والآخرة حتى في حق الأنبياء. الله أوجب على الأنبياء وهم الأنبياء أشرف الخلق أن يدخلوا على الله من باب حضرة النبي. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال
يعني رب العالمين أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهودي ومواثيقي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. مؤتمر كوني عالمي يحضره الأنبياء من لدن آدم إلى سيدنا عيسى من أجل سيدنا محمد، تشريفا لسيدنا محمد. ولذلك في ذكرى الهجرة رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة التوبة يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. أنا لما أقول لمولانا وصي على فلان، ولو مش هتوصي قول لي وأنا هوصي عليه. لكن رب العالمين عبر بصيغة الماضي، ما قالش إلا تنصروه فسينصره الله، وإنما قال منحا ومدحا لحضرة النبي إلا تنصروه فقد نصره الله. ولذلك في الخاتم اللي كان بيلبسه حضرة النبي كان منقوش عليه ايه؟ توجه حيث شئت فإنك منصور. واخد بال حضرتك؟ فقد نصره الله في الأزل، فما دام ربنا قد نصره في الأزل فلماذا قال ربنا لنا إلا تنصروه؟ طلب منا أن نشترك في نصرة الحبيب محمد. لماذا؟ وقد نصره ربه في الأزل وفيما لا يزال إلى الأبد وإلى أبد الأبد. هنا سر ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أن الله أراد أن يشرفنا بأن نشارك في نصرة الحبيب محمد، مع أنه منصور ظاهرا وباطنا أزلا وأبدا في الغيب وفي الشهادة في الدنيا وفي الآخرة. بل إن الوحيد الذي يقول يوم القيامة أنا لها أنا لها هو رسول الله. الوحيد الذي يؤذن له بالكلام في حضرة الله يوم القيامة هو حضرة النبي. الوحيد الذي يقال له من قبل الله يوم القيامة ارفع رأسك هو حضرة النبي. الوحيد الذي يعطى الأمان والضمان المطلق لدرجة أنه يعطى حصانة مطلقة يقال له من قبل الله سل تعطى واشفع تشفع ولسوف يعطيك ربك فترضى. فيقول رب إني لا أرضى وواحد من أمتي يعذب في نارك، فينادى من قبل الجليل جل جلاله أن أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، كرامة لسيدنا محمد. اللهم صل عليه. بل إن الإمام القرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة يورد القصة المشهورة دي، وأنا قلتها قبل كده بس يمكن ما قلتهاش لحضراتكم، ويا ريت نقرأ الكتاب ده. الكتاب ده يرقق القلب. من أوائل ما قرأت، يمكن كان عندي ساعتها 12 سنة لما قرأت المجلد التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة، قرأته يمكن 6 مرات لحد ما حفظته بالأشعار اللي فيه. فالمهم من ضمن ما أورده القرطبي رحمه الله أن امرأة أتت إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله، قالت له يا إمام إن ابنتي ماتت وأريد أن أراها في منامي، فعلمني صلاة، يعني أورادا وأذكارا، فعلمني صلاة أصليها كي أراها في منامي. فعلمها الإمام صلاة. المرأة ذهبت إلى بيتها وصلت ودعت ثم نامت، وبالفعل رأت ابنتها، لكن للأسف رأتها في أبأس حال. رأتها تضرب بمقامع من حديد وتلبس ثياب القطران وعليها الخزي والعار. فاستيقظت المرأة مفزعة وذهبت إلى مولانا الحسن وقصت عليه ما رأت، فاغتم الحسن لغمها وحزن لحزنها ولا يملك لها من الله شيئا. بعد أيام نام الحسن البصري كعادته، فرأى في منامه امرأة تنغمس في نعيم الجنة وعليها تاج الوقار ويطوف عليهم ولدان مخلدون، تقول له يا إمام أما تعرفني؟ أنا المرأة التي أتت إليك أمي لتعلمها صلاة كي تراني في منامها، ها أنا ذا واقفة بين يديك يا إمام أنعم في نعيم الله. قال بأي عمل عملتيه يا أمة الله وقد وصلني عنك كذا وكذا؟ قالت له لا شيء إلا أني دفنت في مقبرة بها 500 يعذبون بأشد ألوان العذاب، فمر بنا رجل صالح في يوم فقال اللهم صل على سيدنا محمد، فنادى مناد من قبل الجليل جل جلاله أن ارفعوا العذاب ببركة الصلاة على حبيب محمد. ولذلك مشايخنا يعلمونا دايما، يقول لك البيت اللي فيه ذكر الحضرة النبي دايما يستحيل أن يبتليه الله بالكوارث العامة.
ايه الكوارث العامة؟ زي الهدم، زي الحرق. يعني ما فيش شقة، اهل البيت اللي ساكنين في الشقة دي كل شوية بيصلوا على حضرة النبي، بيقرأوا في سيرة حضرة النبي، بيسمعوا عن حضرة النبي، بياخدوا فاتحين حتى التلفزيون على قناة السنة النبوية اللي هي دايما جايبة حضرة النبي. شوف عن تجربة وعن واقع مشاهد، والله ما في بيت في حضرة النبي الله يعرضه لبلاء عام. ما فيش، ما شفناش دي ومش هنشوفها. ليه؟ لأن الله قد ضمن وأمن حين قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذا كان ده المشركين اللي هم المشركين الذين عاندوا رسول الله، عذبوا من معه من المسلمين، قتلوا وسفكوا الدماء، وفوق كل ذلك الله يحكي هذا المشهد المرعب في سورة الأنفال عنهم. قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا، يعني الذي جاء به رسول الله اللهم صل عليه، هو الحق من عندك، لم يقولوا فاهدنا إليه، وإنما قالوا إيه؟ فأمطر علينا حجارة مش سيول ولا أمطار ولا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. في الآية التالية مباشرة الله يناجي حبيبه ومصطفاه قائلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. على فكرة كل مؤهلاتهم أنهم يسكنون في مكان يسكن فيه رسول الله، كل مؤهلاتهم إن محل الإقامة بتاعهم هو محل الإقامة بتاع حضرة النبي اللي هم في المدينة، يعني مع أنهم مشركون لكن كل مؤهلاتهم النسبة المكانية فقط التي تربطهم وتجمعهم بحضرة النبي. فما بالنا إذا كانت نسبتنا نسبة حقيقية لسيدنا محمد؟ ما بالنا إذا ملأنا أوقاتنا وبيوتنا وعقولنا وقلوبنا بسيدنا محمد؟ ما بالنا إذا ربينا أولادنا على سيدنا محمد، على حب سيدنا محمد، على هدي سيدنا محمد، على ذكر سيدنا محمد؟ من أحب شيئا أكثر من ذكره. ومشايخنا زمان منهم المحدث المشهور ابن عبد الكبير الكتاني كان يقول كلمة مهمة أو واختم بيها، لأن أنا بقالي دلوقتي بالظبط 10 دقايق وكفاية كده بس أقول الكلمة دي. كان يقول كلمة مهمة ويقول لك أكثروا من ذكر الكمالات المحمدية فإن ثورات الغضب الإلهي تنطفئ بذكر الكمالات المحمدية. يعني إيه ثورات الغضب الإلهي؟ زي الضيق والهم والغم من غير سبب، زي الحزن، الصوت العالي، السباب والشتايم، كل البراكين والزلازل، الحرق والخسف والمسخ، الفقر، كل ده ثورات الغضب الإلهي. تريد أن تنطفئ هذه الثورات أكثر من ذكر الكمالات المحمدية. يعني أكثر من ذكر الكمالات المحمدية، يعني زي ما قال مولانا حبوا حضرة النبي، صلوا على حضرة النبي، اقرأوا عن حضرة النبي. أنصحكم بتقرأوا كتاب اسمه نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. الكتاب ده كله على بعضه والله ما ياخد منك نص ساعة، للحافظ ابن سيد الناس رحمه الله، وهو مدفون جنب سيد ابن عطاء الله السكندري هنا في سفح جبل المقطم بعد كوبري التونسي على الشمال على طريق الأوتوستراد. ابن سيد الناس ده ليه الكتاب الصغنون ده؟ اقرأ، هو السي في، لخصوا السي في النبوي، لخصوا ابن سيد الناس في هذا الكتاب. طيب أنصحكم بصيغة خفيفة لطيفة شريفة عفيفة كده، هو نصلي بها على حضرة النبي، عشان الناس اللي بتكسل ان هي تصلي على حضرة النبي بالصيغ المطولة اللي احنا بنشتغل بيها زي الصلاة النارية والصلاة العظيمية والكلام ده. لا، شوفوا خدوا الصيغة السهلة دي دايما وانت قاعد، سواء انت في اشارة او في زحمة او منتظر حد او كده، او متنرفز او متضايق او مش لاقي حاجة تعملها او مش جاي لك نوم وقلقان، أكثر من الصلاة والسلام على مولانا محمد بهذه الصيغة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. بس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. يلا نقولها مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. عايز تجود شوية كمان؟ قل في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. طب لو أنا قلت يا مولانا اللهم صل على حضرة النبي مليون مرة، الله يعطيني الأجر والثواب كأني صليت على حضرة النبي فعلا مليون مرة؟ أيوه. وده اسمه عندنا إيه؟
اسمه الإحالة إلى ما لا نهاية له من الأعداد. وده اللي علمه لنا حضرة النبي في قوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه. ده له نهاية، عدد الخلق له نهاية. ورضا نفسه ملوش نهاية. وزنة عرشه، الوزن وزن العرش، وزنة عرشه. ومداد كلماته، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يبقى اللي علمنا الإحالة إلى ما لا نهاية له من الأعداد في الذكر هو حضرة النبي. فلما تصلى على حضرة النبي بقى خليك نبيه بقى في تلكيكة تدخل بيها على حضرة النبي ويفرح بيك. اللي هي ايه التلكيكة دي؟ بعد ما تصلى على حضرة النبي قول كده، قول في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. يبقى ربنا يديك ثواب لا حد له ولا عد ولا سقف ولا حجم له. ليه؟ عشان وإذا ما الجناب كان عظيما مد منه لخادميه لواء. فالله يستعملنا في خدمة الحبيب. يا رب عند الموت اجعلنا ناظرين إلى حضرة سيدنا محمد. اجعل سيدنا محمد هو من يتلقى أرواحنا. اجعل سيدنا محمد هو من يستقبلنا في قبورنا. اجعل سيدنا محمد هو من يطمئننا ويؤمننا يوم القيامة. يا رب لا تفرق بيننا وبين سيدنا محمد، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في اليقظة ولا في المنام، لا سرا ولا معنى. يا رب يا رب يا رب حقق هذا الجمع قريبا عاجلا غير آجل بجمع مبارك في روضة الحبيب محمد.